ومع هاد الحراره هذا هو الكلاص اللي غادي ينفعكم تبردوا به نتوما وليداتكم بحجم عائلي بمذاق الكراميل واللوز، كيجي ولا اروع، كيوجد دغيا. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش نعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير، وما تنساوش من قبل تخليو لي معكم واحد اللايك للتشجيع، وغنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوه كيفاش كيجي كريمي، كيجي ولا اروع، سهل بزاف، غادي يعجبكم وغادي توليو ديما كتوجدوه لوليداتكم. ما نطولش عليكم دابا، نخليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي نوجدوها هي النوغه ديال اللوز. غادي ناخذ هنايا واحد المقله ولا كاسرونه، غادي ندير فيها كاس ديال السكر، عندي هنا هذا الكاس غير صغير. غادي نقص العافيه ونخلي داك السنيده ديالنا حتى كتذوب مزيان على هذا الشكل هذا. عاد كنحركها، ما نحركهاش من قبل حتى كنشوفوها ذابت. من بعد كناخذ واحد ملعقه خشبيه وكنبدا نحرك واحد شويه بحال هكا، وكنخليها تاخذ وقتها. ردوا البال باش ما يتحرقش لكم، يجيكم فيه مذاق اللي هو خايب. من بعد ما كذوب لنا ديك السنيده وكتولي لنا على شكل كراميل، عندي هنايا اللوز، فكديروا الكميه اللي نتوما بغيتوها. انا خديت هنايا واحد الكاس اللي هو صغير، المهم غير شي شويه، قياس اللي كفاكم ولا اللي عندكم. كتمسحوه مزيان وكديروا فوق هذا السكر هذا، كتخليوه ياخذ وقته الكافي باش يلصق فيه ديك الكراميل وكيولي كله كراميليزي. صافي من بعد كنطفي عليه. ها نتوما كيف كتشوفوا، عطيوه الوقت الكافي ضروري. خديت هنايا واحد الورق ديال الطبخ، وغادي ندير داك النوكا عليه بهذه الطريقه هذه بالزربه، لانه دغيا كتلصق لكم. فهاد العمليه خصها تكون شي شويه سريعه. وزعوه على هاد الورق الطبخ بهذه الطريقه هذه، وصافي خليوه حتى كيبرد، راه دغيا كيقصح وكيجمد. نحطو في واحد البليصه، وغادي ندوز دابا باش نوجد الكلاص. المهم هنايا انا غادي نخدم بالعجانه. الا بغيتو غير الطراب الكهربائي، الباطور ولا المهم اللي كان عندكم. خديت هنايا نصف لتر ديال الحليب، زدت عليه واحد الساشيه ديال، عندي هنا هاد لاموس ديال الكراميل، صراحه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. ممكن تستعملوا فاني اللي بغيتو. المهم الا درتو هذه فبلا ما ديروا فلون ديال الكراميل، فدرتو ديال الفاني فممكن تضيفوا فلون ديال الكراميل اللي بغيتو. خديت هنايا واحد جوج ديال هاد كريم كراميل، وصافي غادي نخلي كلشي يتخدم ليا مزيان. عطيوه الوقت الكافي حتى كيطلع مزيان. المهم هاد المكونات كلها خصها تكون بارده، من الحليب الياغورت لداك حتى ديك لاموس كنديرها انا في الثلاجه باش كتبرد ليا مع دابا الحال سخون، وضروري خص يكون الحال بارد باش الكريمه كتطلع. عطيوها الوقت الكافي باش تطلع. انا هنا غادي نجرب الفيديو باش ما نطولش عليكم. ها انتم شويه بشويه راها كتطلع حتى كنحصل على هاد القوام هذا على شكل موس. صافي من بعد ما غادي نخليها تطرب ليا مزيان. غادي نحبس تطراب. هانتوما شوفوا معايا كيفاش ولات، راه ضاعف الحجم ديالها بزايد ولات كريميه بهذا الشكل هذا. صافي دابا كتكون واجده معايا، راه ما شاء الله كتعطي واحد المذاق وواحد البنه جاي في هذا الكلاص رائع بزاف. غير هكا بلا ما نضيفوا لها داك الكريم كراميل راه جايه واعره، بلا ما نضيفوا لها النوغا عفوا. من بعد ما بردت لي ديك النوغا فكنتوما كتقسموها بطريقه اللي هي هانتوما سهله دغيا كتقسموها. وغادي ندير هذا الخليط، هاد النوغا هذه غادي نديرها في الهاشوار، ولا غير ضربوها بشي حاجه باش تهرس لكم تفرتت اللي بغيتو. انا بغيتو يجي رقيق بزاف، بغيتو تخليو الطروفه باينين فضربوها غير بشي دلاك ولا شي حاجه باش تبقى مهرمشه. صافي من بعد ما طحنتها مزيان، تصوروش هاد الخليط شحال كيجي رائع، كيجي بنين بزاف. غادي نزيد داك اللوز على هذا الخليط هذا، ونبقى نخلط بواحد السباتيل من التحت للفوق باش ديك لاموس ولا الكريمه ما تهبطش لينا، يعني ماشي تخلطوها هكا بعشوائيه بحال هذا الشكل هكا. طلعوا من التحت للفوق، من التحت للفوق حتى كيدخل لينا هذا اللوز في هذا الكراميل هذا. صافي طريقه راها سهله وواضحه وباينه. فبالنسبه للطريقه ديال التقديم فديروا اللي بغيتو، ممكن ديروهم غير في بواط وتبقاو تجبدوا. انا هنا بغيت نديرو بشكل عائلي، خديت الاطار هذا، درت له السلوفان من التحت ضروري، وصافي درت داك الخليط من الوسط. غادي تحاولوا تقادوا الوجه ديالو مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي نغطيه من الفوق بالسلوفان باش ما كيشمش لكم الريحه ديال الثلاجه. وصافي غادي ندخلو للثلاجه. اقل حاجه خصو يبقى في المجمد 6 ديال السوايع باش كيجمد لكم مزيان، اولا ليله كامله من الاحسن. من المهم انا غادي زربت عليه صراحه غير باش نصور الفيديو ما نطولش في التصوير. خليته هنا غير شي شويه في المجمد، ولكن من الاحسن 6 سوايع حتى الليله كامله. المهم انا غادي نوريكم من بعد. ها نتوما راه دغيا كتحيدوه. انا قلبته
كيف شفتوا راه مازال ما جمد لياش مزيان، ولكن كيف قلت لكم انا غير على ود التصوير. نتوما خليوه 6 سوايع حتى الليله كامله، فراه كيكون كله متماسك. صافي هذا هو الشكل ديالو، شكل ساهل بسيط، ما فيهش لي شي صعوبات. فكتزينوا باش ما بغيتوا، ممكن تخليوه غير هكا. كنزينتو هنايا بشويه ديال الكراميل، وكتقدموه بالصحه والراحه، كيجي رائع بزاف. تمتعوا به في هذه الحراره، وجدوه لوليداتكم راه غيعجبهم بزاف. كنتمنى الا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وكتبوا لي في التعاليق شنو الوصفه اللي تبغيو نجربها معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبسلام عليكم.